هؤلاء عبر موقع Association avec Expat. معنا اليوم ضيف مميز، شخصية حفر اسمها في الصخر، أقل ما يقال عنه أنه رئيس الإنماء، صاحب البيت المفتوح لأكثر من 20 عاماً، رئيس بلدية عرمون الشيخ فضيل الجوهري. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. في عرمون تحققت مئات المشاريع الإنمائية والاجتماعية والثقافية والتربوية والفنية، لكن شاءت الظروف ودخلت السياسة على عرمون لتهدم ما بناه الشيخ فضيل الجوهري طوال هذه السنوات. أهلا وسهلا فيك. من ثم قررنا من بعد مضي 3 سنوات تقريبا لشهر 10 وصلنا 3 سنوات بحلة البلدية، قررنا نحكي ولازم نحكي من بعد باللي صار بعرمون وبالإهمال باتجاه عرمون. مقدمة إلي كتير منيحة، مزبوط. السياسة هي خلف أزية عرمون ومدينة عرمون، بلاش تقول قرية، ما عادش قرية عرمون، عرمون مدينة عرمون. أكيد دخلت السياسة ولعبة السياسة وضغط السياسة لحتى خلوا يستقيلوا أعضاء بلدية وطيروا الماء من عرمون. مع العلم بلدية اجت كلها مزورة باعتراف القاضي الياس خوري، هو رئيس لجنة القيادة كان بعليه، في شخص واحد كان قارق اللائحة والباقيين زوروهم الأحزاب وجابوهم. للأسف عرمون هلا يعني تحت الصفر بكل شيء، بكل شيء. عرمون بتقولي انه رجعت نائب علي، راجعت وليد بيك جنبلاط بالمختارة وقعدت معه وكان معي 3 أشخاص من عرمون. بكره اللي بيسمع التسجيل نحن وحضرتك بأكدوا كلامي انه خلينا نسوي هالامور لحتى ما نوصل مثل ما نحن وصلنا. ان وعدت ما كان في صدق معي. نزلت شفت تيمور جنبلاط بكلامنصو كمان ظهرت فليت زعلان، واللي كانوا كتار من صديقنا النائب فيصل الصايغ والاستاذ هنري حلو والاستاذ رامي الرئيس، كلهم كانوا حاضرين شو صار بالاشكاليه وقمت فليت زعلان. هلا بتقولي لي انه ليش عملوا هيك؟ بدهم شخص اسمه فضيل الجوهري، لاني انا بشكل دائما بلديه دون الرجوع لا للاحزاب او للزعامات او لحدا. طيب بدي اشتغل انماء. انا اشتغلنا لعرمون وضحينا قبل البلديات. عرمون بتعرف، اللي بده يسمعني بكره بيعرف، 45 سنه صار لي بخدمه الناس، ونضحي من جيبنا الخاص، ومن ثم خضنا معارك اخذنا فيهم 3 بلديات. معركه كل مره ينزل لايح على الحزب الاشتراكي بوش مني على صعيد عرمون. انا ما عندي شيء ضد الحزب الاشتراكي، انتبه، ما عندي شيء ضد الحزب الاشتراكي. حزب على صعيد كحزب هذا بنحترمه، انما على صعيد عرمون ما فيش اتفاق. وبالاخر كل شيء عملته قدمته وسويت كانت المحاربه من هالاشخاص بنعدوا على كف واحد، والضغط على نائب علي، ووصلونا متوصلونا باستقالة البلدية، ووصلونا لخلصت حكومة الرئيس حسين دياب، واجي حكومة ميقاتي، ومن ثم حضت وزير الداخلية وحلوا البلدية. من بعد الاستقالات نحن كان كلفنا الوزير فهمي لإقامة بلدية واستمرنا 1 سنة و3 أشهر. 1 سنة و3 أشهر. طيب 1 سنة و3 أشهر أنا كأن بقت الأمور ماشي. نعم ما فيش أعضاء، بس في أمور ماشي يومي 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 على الأرض، يومي يومي على الأرض. أنا بدي أسأل مواطن عرمون، ما بدي أقول لا قيم مقام لأنه ما تعني لي قيم مقام،
وهوني انا يصلحوا غلطتهم، يرجع يشيلوا البلديه، 7 بلديات بايدها ما بتلحق، يشيلوا البلديه من ايدها يعطوها لمحافظ جبل لبنان او لحدا يعطوها لحتى يعينوا لجنه على القليله ويكون في معهم ناس على الارض يشتغلوا. يا ستنا كنيسه بعرمون ما في. الطرقات بنحكي عنها هلا من شان وزير الاشغال ومن شان غيرها، لان الطرقات العامه هي مرجعها اوكي وزاره الاشغال، مش انه البلديه لحد نوع ما معين. فما بعرف انه هالهجمه هيدي اللي حصلت واللي صارت وارتضينا بالتزوير اللي زوروه فتنا وقالوا له طلعوا يا عمي اللي بدكم اياه بس لنعمل مصلحه عرمون. حضرتك قلت في اشخاص عرقلوا، مين عرقل مسيره الانماء بعرمون؟ في اشخاص يعني اكيد بتعرفهم، وشو استفادوا؟ اذا عرقلوا مسيره الانماء شو استفادوا؟ ستوب جاهزين. تفضل من عندك. على صعيد العائلات انا في ناس بالسابق اخترتهم وجبتهم معي، جبتهم بنيابه رئاسي، هن من الاشخاص، واشخاص ثانيين على صعيد عرمون عم بحكي انا، يتحمل المسؤوليه الكبرى الحزب التقدم والاشتراكي اللي هن على راسه ومن خلفهم ونيبهم. على صعيد عرمون انأذت كثير. السؤال وقررت اني احكي السؤال لاهل عرمون كافه اهل عرمون، ليش هذا السكوت؟ ليش هذا التجاهل بكل شيء قام فيه فضيل الجوهري؟ وهل انتم على السكوت هذا انتم راضيين على العمل هذا؟ طيب لا، بلديه راحوا استقالوا منا، زوروا ودخلوا مقلنا، بلديه استقالوا منا اذوا عرمون، عم ندير امور بلديه ضلوا ورا نايب المنطقه ومن معه لنزلوا لعند وزير الداخليه وحلوا بلديه. طيب سلمتوا بلديه من اللي استلمها. طيب انا سؤالي لكم اللي انا شايفه انتم شايفينه، ليش السكوت لهلا عن الاهمال اللي صاير بعرمون، عن الوسخ والجي بعرمون؟ لا، ما شفتوا فضيل الجوهري تقولوا عنه ملعب السواء اللي اليوم اجيال بتتعلم فيه، وبطلب انا مين ما كان يجي من عشيه يصور ويشوف ميات الشباب والاطفال ولادها بالفوتبول؟ ما شفتوا الثانويه عمرها فضيل الجوهري ولزمها ايام الرئيس عمر كرامي الله يرحمه، واخذ الملف المية طلال ولزمه لبيت الفطيري؟ ما شفتوا البير الماء اللي حفروا فضيل الجوهري يا اهل عرمون؟ ما شفتوا الشبكه اللي اجى ابو فراس مددها وسواها؟ وما شفتوا كل شيء اجت لجان ولجان، كل اللجان سقطوا، كنا نرضى نحن باللجان لحتى رجعنا نحن شبكه من جايبه ابني الخاص تمدد وتتساوى؟ وما شفتوا يرجع ابني يشتري الكابله 160,000 دولار ليجيب محطه من محطه الكهرباء عرمون لحتى نسقي عرمون؟ يا عم لبنان كله فيش مي، عرمون فيها مي 24 على 24، هذا كله نحن بجهود خاص منا نحن. طيب ليش السكوت؟ ما شفتوا القاعة العامة بالمنطقة فيش منا؟ بجبل لبنان كلها فيش منا، مش خليك بلبنان، بجبل لبنان كلها كل عائلة إلى قاعة عملوا لها قاعة، وكل قاعة ما فيك توقفي 10 سيارات سكرت الطريق وطريق عام سكرت. طيب لوين؟ بتفوتوا على التليفونات تشتغلوا بمدوا جرايكم، بتفوتوا بتقعدوا بالمسبحة وبتعرموا وبتكبوا سياراتكم. هيدي القاعة بناها فضيل الجوهري لوحده، من على الشيخ بوغيزة لحط البطون والدنيا كلها أنا سويتها لوحدي مع 2 مهندسين الله يرحم الأستاذ رياض بوغنام وخلي الأستاذ ياسر الحلبي. لا غير فقط نعم حبر على ورق أعضاء بلدية مع احترامي لهم، هن وقعوا حبر على ورق بقرار مجلس بلدي أعمار، لأنه عمرنا على المشاع وتحاربنا من قبل الدولة وتخربنا من قبل ضابط قبر شمون كان بديش سميه واضح. طيب بدنا اياكم هيدي القاعه ما شفتوها؟ هذا بتفكيري وحدي انا ولوحدي انا هيدي القاعه اني عمرتها، ما فيش معي واحد تاني ولا كلفت لها لجنه ولا حدا ابدا نهائيا، جبت لها المال. ويشكر شخص اسمه محمد جباعي
كل الحيطان اللي اشتغلت فيها اشتغلناها، وكل شجره زراعه ايدي وايد شاب معي بسام البنا ومعي شاب سوري من الاخوان السوريين، زرعنا هاي الشجريه الموجوده وخليل الجوهري. طيب هيدي كل الاعمال عشو بدكم راس فضيل الجوهري؟ طب اذيتوا عرمون، رحتوا بالقضاء، رحتوا بالدعاوي، رحتوا بالشكاوي، رضينا شكوى 2 3 بعد شو عملنا؟ اليوم انت يا قيم مقام تنكة بنزين لشرطي ماهر المختار لحتى يقوم على الارض بواجباته بتعبلوش اياها، بتمضلوش عليها تبلايه. في اموال عم تفت للبلديه، بتقيلي بالليره نعم، بس عم تفت بمئات الافات شو اسمه، رخصه واحده اجت فوق ال 200 مليون وشيء. طيب ليه؟ ليش ما بينوقت بيكون في واجب فرح او كره؟ يا اخوان ما نحكي يطلع شو شجاع من اي عائله، ابتداء من عائلتي انا. يطلع شجاع ابتداء من عائلتي انا، ان كانه زمني او شيخ، ويحكي الحق وينطق الحق. لوين ما نضلينا جاهلين شو اسمه؟ شو اللي انعمل بعرمون بالسياسه؟ السياسه بعرمون دمرتها لعرمون. مثل ما الاحزاب عمرت بدي احكيها بكل صراحه. اوروبا بلبنان خربوا لبنان. خرب لبنان، وعرمون على كذلك خربوها، واللي خربوها محددين. راجعتهم وحكيت معهم انا للاسف. نعم للاسف ما ينزلوا يصوروا عرمون، ينزلوا. شو استفادوا برأيك من عرقلة مسيرة الأنماء؟ أنا من حد فيق لحد اليوم مريت بأمور بلدية والله العظيم ما قدروا يصنعوا كباية يجيبوا لحد يضيفوا كباية مي. ما عملوا شيء بعرمون نهائيا، لا جمعيات ولا أحزاب ولا 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 ولا. يعني مع معزتنا لإلهم، أنا ما عندي كره، أنا عم بنتقد وبحكي، واللي عنده شيء علي ينتقدني. أنا منطفد وغضبان وزعلان، صار لي 3 سنين مخبى قاعد ما بتعاطى مع حدا، عم بشوف بتمرقي على الطريق شواذ، بتمرقي على أمور غلط. ضيعتي هيدي، مدينتي هيدي، مزعوج، عم ببكي دم أنا. هاي الطريق اللي تهبطت بالمونسي يا إخوان يا عرامني، طريق الشقة فضيل الجاري من جايبته وجاب لها زفتاتها من سكلين بمعديتي الخاص، اللي عم يمرق عليها اليوم ابن الشحار كله من البساتين لتلحق بيصول، لتلحق قبر شموم، تلحق كفرمتة، تلحق الدنيا كلها. هيدي الطريق متروكه يا غازي العريني من ايامك. رف الزفت ما اعطيتني، رف الزفت حرمت عرمون، وكلفوا ولي جملاط ولي بايك لاكرم شهيب، واكرم شهيب حكاك. ليش حرمتنا من الزفت؟ ليش؟ اما هلق الوزير الحيلي كمان، وزير الحيلي اليوم بظهر البيدر، ووزير الحيلي بيطلع على الشوف وبروح بيلتقي بتيمور باك بعينه زين. يا استاذ حميه معالي الوزير، طلع على عرمون، اذا فيش نواب يطالبوا على عرمون. اطلع على عرمون، طريق عرمون، ونزل من ملعب صب دوحه دولة الرئيس سليم الحص الله يرحمه. اوكي، وطلع على طريق المونسي. شوفوا الطريق بتمشى بعرمون بالزفت، رف الزفت ما فيها لحد الان. ليش؟ يعني في عتب على وزارة الأشغال وعلى الوزير وعلى غياب الوزارة. يا اختي انا من جمعتين يا ستنا، من جمعتين مارق بالنفق اللي عنده القصه برافا. واضح؟ سيارة الصراحة لابني فيما، انا بحب السيارة الفيما. شلت لونات دغري انا فت بالشو اسمه، اخذ يميني. بيجي واحد بيضربنا من اول اخر، يا اخي حطوا لها بطاريات، حطوا لها لمبات، ولك بطاريتين 3 على هذا بضوي النفق. شو هذا الاهمال؟ بعت ورشه الصيانه من عندك، بعت لجان، بعت مهندسين يتفقدوا يعملوا لك تقارير. شوفوا خلي يمشوا بعرمون. طيب والله نحن من الناس اللي صرنا كذا مره سيارتنا كل منفق 340 دولار كسرت سياراتنا. تروح بدك تعمل شاب بدفع ميكانيك كمشي، روح سجل السياره اليوم، سجل السياره ابننا 3300 دولار. ما شيء. طب وين المال؟ اما شو بقول لك قوى امن الداخلي حطينا شو اسمه سياره وعملنا محاضر زبوطه، ولخي هاي محاضر زبوطه السياره بتحطوها انتم، هيدي
مثل خدع للناس. ما بصير انك تعمل محاضر زبوطه شبه كيف، حطوا كاميرا، وقفوا العالم، سووا الامور. عشو مخبي سياره بتصور السياره المسرعه؟ عم تحافظوا على الناس هيك؟ صلحوا الطرقات لحتى مش واحد اذا بجوره ويقلب بقلب الاسطرانات الجور. معقوله؟ بلد هدرتوه، بلد اكلتوه، بلد دمرتوه، بلد دمرتوه. يعني حضرتك بتعتبر انه وزير الاشغال غايب عن السمع ولا يهتم ولا يقوم بواجباته؟ قبل ما وزير الاشغال غايب عن السمع، معلش، انا اي منطقه بلبنان انا بطلع من لبنان بمرق بكفرشيه مثلا، بلاقي طريق بتجنن، بنبسط على بسابه. طلعي هلق من طريق الجمهور باتجاه لقمطيه، شوفوا الحيطان وشوفوا الزفت. عال انا وين ما كان مع الشغل، بس في مسؤوليه على اولاد المنطقه وعلى اهل عرمون بالذات، وعلى اللي بيقولوا حالهم بالاحزاب بعرمون او بجمعيات او بغيرها، وحتى من الحراك اللي صوتوا للنواب وطلعوا نايب حضرتهم منطقه علي، ونوي بيعطوش بيلفتوش. يا عمي ما عم بسمع حالي بنطق كلمه بعرمون، او عم بيقول ليش هيدي هيك او هيدي ليش غلط، او ليش هاي الطريق مضى، او الزباله اكلتنا، او الجيه اكلتنا. يا عمي كنيسه ما في بعرمون، كنيسه ما في بعرمون. ولك وينكم يا عرمون؟ شو بكن؟ ولك شو بكن؟ وقف شوي. اوكي تفضل. بلدة عرمون من أكبر القرى بالقضاء، ومثل ما تفضلت حضرتك وقلت تعتبر مدينة. نعم. والمجلس البلدي هو إدارة رسمية تعتبر ممر إلزامي للمواطن. نحن حكينا عن صمت المواطن، بس برأيك شو شعوره أو شو عم بحس المواطن وقديه هو مغبون بغياب المجلس البلدي؟ الناس شو عنده معاناة؟ الناس اللي بشوفها انا براقبها في واجب فرح او كره بيقعدوا بالوشوشه وبصير يتناقلوا حكي اكثر من هيك ما بقى. يعني ما عندهم يا عمي انت عندك مرجعيه بتعتبر، عندك مرجعيه او بتراجع، روح راجع مرجعيتك. اعملوا انتوا عاملين، هن عملوا من الاحزاب والمخاتير بعرمون خليه ازمه يسموها. نعم. طب هيدي الخليه الازمه بعرمون ما عملت شيء، ما عملت شيء. تنزل تنزلوا لي فريخات. انا في ليله جاي من السفر الساعه 4 بكره، انت بين مين عمي؟ انت بين مين؟ انت بين مين؟ حاطينه عم يملك الحاجز. انت يا ابني باي علاقه؟ انت رجل خاصه تاخذ اوراق سياره ما اوراق سياره او هذا، انه مشان الموتوسيكلات ومشان السرقات ومش تبعال. يعني ما في لا خليه ازمه نفعت، والناس بتصير تفشش ببعضها بالوجبات او التقوا بصالون. يعني ما في مرجعيه. طيب لجان ولا احزاب؟ طب روحوا راجعوا زعمائهم، راجعوا نوابهم، يطالبوا. شوفوا عرمون، انا كنت الزفت اللي جيبه كل شيء اشتغلته بعرمون، صدقيني اشتغلته بطريقتي ومن جيبتي من جيبتنا الخاص، من جيبتنا الخاص. اسمعني عرمون كلها بيعرفوا، واشتغلنا عبر صداقاتنا وعلاقاتنا. هيدي برجع بقول القاعة العامة، الرجل السيد محمد جبيعي يشكر قد ما حط عمي فرحان بالبطون للقاعة، الله يرحمه الشيخ بوغيزي، حط محمد جبيعي يا اخوان. وبقى بقى الدور والسجرية والردميات وش اسمه، معلش عنا نحن الفايل لكنه هون موجود باستلام ياسر حلبي، هو مسويه كله مزبطه. هذا الفايل نحن انا لوحدي حاطط 192,000 دولار. طيب يعني بتجوا بس انه ولك على القليل نسمع كلمه يشكر هذا الرجل. نحن ما عملنا افتتاح ولا عملنا ابهيه للموضوع انه قاعه عامه وقاعه 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 وقاعه. مع احترامي لقاعه عرمون اول من القاعه عنا ما بتسوى. بسكر السير، فوت واحد بالفيلم بعد في خطط بنحجز. ما في. شو دور الجمعيات بعرمون؟ صفر. يسمعوني، صفر. دعمتهم، اعطيتهم مراكز، دعمتهم بالمال، دعمت المدارس، سجلت التلاميذ. شو بتسأليني بقول لك عملت بعرمون؟ ويسمعوني
يسمعوني ويشوفوا ويسمعوا مزبوط وفتحوا دنيهم مزبوط. صفر الجمعيات ما عملت شيء، ولا الاحزاب بعرمون عملت شيء. ما عندي شيء ضد الاحزاب، بس انا عم بحكي عن شيء ما عمل شيء. انا عم بقول لهم عملت، خلي يجيبوا لي واحد بعرمون يقول عمل. واحد انا اتحديهم، جيبوا لي واحد بعرمون يقول يفرجيني شغله عملها. الا مزايدات وحرطقات وخوزقات. طيب شو استفدتوا؟ 3 سنين انا ليه بده ساكت؟ هيدي عرمون؟ هيدي عرمون. انتوا يدعموكم نوابكم لصقتوا بلديه وتروحوا تستقيلوا، وجيب انا نائب رئيس بلديه كان معي احسب ما شاركتوش انا بمشكله مع خيو. انا بين خيو بتدخلش، بتدخل بالصلح. ها بتروح تستقيل؟ هيدي النكد. وتوفى عنا واحد لمن بالقضاء ما طلع لهم، راحوا طيروا بلديه. اتكلفنا ضلوا على راس اكرم الشيب. لنزل وادي ابو الحسن قال نازلين لعند وزير الداخليه زياره تعارف. هيدي قال الدكتور بسام المهطار، المحامي بسام المهطار، وحكي هذا الكلام مع اكرم الشيب بالذات. نحن بنحكي حقائق وبنسمي بالاسماء، لانه اللي بده يوصل لي معلومه كلمه ما يوصل لي اياها، لاني انا زلمه بحكي. يقولوا شيء علي يكشفوا، يقولوا شيء معي يجي يعطيه اياه. انا كثير مزعوج وكثير زعلان، وماني راضي على وضع عرمون ابدا، لانه العالم رايحه والانبطاح وسكوت العالم. طيب اللي بده يروح انبطاح وسكوت، الله لا يشيل عن قلبه شده. الله لا يشيل عن قلبه شده. بالحديث عن الاحزاب، شو بتقول اليوم لوليد جنبلاط وطلال ارسلان ووئام وهاب مع حفظ الالقاب؟ على صعيد استقالة البلدية، وأنا طالما حكيت معك يا وليد بايك، أنت أذيت عرمون. بالنسبة للمير طلال، مير طلال تواصل وكلف الوزير صالح الغريب وتعيننا لحتى نضل شوي نخدم الناس بعرمون ونخدم عرمون. في ناس قادرين تقول لهم ممنوع تستقيلوا وتمقلة. أنا قال لي إياها بالمختارة. كان معي شاب اسمه سليمان الجوهري وزاهر الحلبي وفادي الجوهري، عم بيحرك القطارة بإيده وليد بايك. نتيجة قعدنا يا بايك الموضوع 1 2 3، احكي لنا الأستاذ أكرم، نقعد نحن والشباب نشوف شو بدهم، وإلا خلينا نستقيل بحضور 3 شباب من عرمون ونرجع نعمل انتخابات فرعية. كان صار لنا 3 4 اشهر. قال لي لا، تستمر بالبلديه لو وحدك. طيب وين بالنتيجه لو وحدي بالبلديه؟ على صعيد خينا استاذ وئام صداقه من زمان. نحن استاذ وئام من زمان كنا نلتقي عند بيت المرمجين. ما الصداقه؟ ايه بعتز بصداقته. الله يديم الوفق. تسلمي، بعتز بصداقته اكيد. شيخ فضيل، اكيد في اشياء كثير تنحكى وعبرت عن زعلك وعن اسفك، ونحن بنشاركك هيدا الاسف لانه كمان بنحب عرمون، وانا اشتغلت بعرمون فتره طويله ولا بقلبي مطرح كبير. بتمنى تخبرنا شيخ هلا عن خارطه الطريق الجديده في حال كان بالاشهر المقبله في انتخابات بلديه، ومين هو خصمك اليوم بعرمون؟ على صعيد انتخابات بلديه اللي عملوه بالبلد، ويتحمل المسؤوليه الرئيس بري بهذا الموضوع، لانه هو اليوم اللي حاكم البلد على صعيد مجلس النواب على الوضع. انتخابات بلديه اكثر ما بدي احكي. رايحين باتجاه الجنوب، باتجاه الحرب كمقاومه. نحن معك، بس يا خيي نأجل مثل ما اجلنا وقت الانتخابات السابقه، ونعمل انتخابات. في عنا فوق ال 100 وشي بلديه اللي مستقلين واللي شو اسمه. عملوا انتخابات، عملوا انتخابات. ما راح احكي انا اكبر من هيك، لا برئيس جمهوريه ولا شو صار بالبلد ولا 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 ولا. كمان هون اخواننا المواري الكرام رئاسه الجمهوريه بتحملوا المسؤوليه. هن يتفقوا. هذا إلهم بالدستور من حقهم
من حقهم رئاسة الجمهورية، من حقهم. نعم. فاليوم البلديات يعني أنا مش معهم، أنا مع الدكتور جعجع، أنا مع الدكتور سمير جعجع. لما الدكتور سمير جعجع بيقول بيطالب بالبلديات واضح ويعمل انتخاب بلديات. على صعيد سألتيني أخصامك أو مين خصمك اليوم بعرمون؟ هن نفسهم؟ ما زادوا ولا نقصوا. يعني حتكون من جديد مرشح للبلدية؟ أنا لا، في ابني فراس مرشح. نعم، نتمنى له التوفيق. في ابني فراس مرشح، والترشيح لخدمة الناس بالبداية وإعادة اعتبار كرامتنا بالشكاوي اللي عملوها وبالاستقالة اللي طيروها، وولايتي ما كملتها. ولايتي ما كملتها. برجع بقول في قاضي اسمه القاضي الياس الخوري، هو كان رئيس لجنة القيد بعلاء، هو بيعرف كل شيء. يمكن ما كملتها على الأرض بس خدماتك بتحكي عنك، وأكيد الناس اللي ما بتقدر وقفنا. ما بتنسى. ما وقفنا. بعدنا هيدي القاعة ممنوع حدا يحط ايده عليها. نعم. مسلمين نحن شاب بنحبه عنا شريف المختار بالبلدية أمين السر، وقت ما أنا سلمته إياه هو ينظم أموره بترتيب الواجبات والأرض والشجرية والحالة وبراد الموتى عنا ولادها من يوم ليوم. هيدا شاب عنا مسلمينه إياها من الأول، ما عمرت القاعة لحتى يقوم بتنظيفها وبواجباتها وبحالتها القاعة رائعة. مؤخرا أنا شاركت فيها بإدارة حوار مع الأستاذ ياسبك وهبي خلال معرض عرمون بلدتي. أيوة. ومثل ما عرفنا أنه حضرتك كنت من أول الداعمين لهذا المعرض. أكيد. ما في شك الشباب قصدونا السنة ونسقنا معهم وعرضنا أي دعم، لقيناهم مظبطين الأمور كلها سوا هن. قعدت أنا بعت لهم رسالة شكر بزيارتهم لعندي، ويوم اللي حضرنا كمان اجوا على سيرتنا كيف ما كان. هن الجماعة الوحيدين اللي اجوا على سيرة الشيخ فضيل الجوهري، برافو عليهم. كلمة رئيس بلدية سابق ما بحبها، لأني أنا بعتبر اللي انعمل أنا رئيس بلدية غصبا عن كلهم سوا. أنا رئيس بلدية سلبوا مني البلدية سلب، إن كان باستقالة أو بحل بلدية، سلبوا البلدية سلب، ما لهم أي حق أبدا باللي حصل واللي صار. فهن جماعة الوحيدين اللي سمعنا مرة كلمة إنه شكرونا حكوا عنا عرمون بلدتي. شكرا لهم على كل حال، بنشكرهم نحن جنبهم إن شاء الله. لا يمل شيخ فضيل. تسلمي. في كثير اشياء، في كثير معلومات، حضرتك كنز لا يفنى من المعلومات. تسلمي. بدنا نختم مع حضرتك لنقول ماذا يقول الشيخ فضيل لابناء بلده عرمون في هذه الظروف؟ انا شو بدي اقول له؟ والله هن شو بدي يقولوا لي؟ انا ناطر منهم هن يحكوا، ينطقوا بالحق باعمالنا، مش بالحق باعمالنا مع اثنين ثلاثه لوحدهم وهون مقوقعين وهون قاعدين وهون بصالون وهون قاعدين. ياخذ حدا موقف، يطلع شخص جريء ويعطينا على القليل ربع حقنا يحكي عنا وعن اعمالنا، بس باللي عملنا هذا المطلوب منهم. ويشوفوا وين وصلوا، وين كانوا ووين وصلوا، يشوفوا. ولماذا ليش السكوت؟ ليش السكوت هذا كله؟ يا اخي يوم الانتخابات نيابيه مطرح ما بدك روح حط ورقتك، ويوم الانتخابات بلديه كسر العظم هو الصندوق. نحن الصندوق شو بقول الصندوق؟ نحن راضين فيه، هن زوروا الصناديق، نحن بالصندوق هذا كسر العظم بنشكل لائحه وبننزل لخدمه اقل، فيش اقل مواطن، لاي مواطن بعرمون، لاي مواطن بعرمون. عرمون حرام، حرمون. بطلب من الاعلام، بطلب يعني وزير الاشغال يبعث ورشه ويشوف اذا الطريق بتمشى. يا عمي ما هو بقول لك يا عمي، طيب ليه بتحكوش جمعيات، احزاب، زعمائكم، سياسيينكم، نوابكم؟ يا عمي طب ليه؟ يا عمي طب ليش؟
الزبيله اكلت الدنيا، الشجريه يضعان قلبها لها جنانتين، وحده بمنطقه اسمها العقبه والثاني بين المدخلين عرمون من تحت. طيب ليش صار هيك؟ ليه؟ هلا قبل ما يعطوا صلون قاعد اعطيناها كهرباء دايركت مضوينا من شو اسمه، راح الموتير صلحوا بدنا سواه كلهم بيعرفوا. انا عم بقول لمن في واحد بيجي بحط لي الكذبيه خليه يفرجيني اياها. نحن حطينا مثل ما بيقولوا الكثير والقليل. أكيد الشيخ فضيل مثل ما تفضلت وقلت المجلس البلدي هو مجلس خدماتي بامتياز، وحضرتك ما قصرت وما عم تقصر أبدا. بدنا نشكر وقتك، نشكر استضافتك، نشكر المعلومات الغنية، ونتمنى التوفيق لابن حضرتك بالترشيح. إن شاء الله تصير الانتخابات وإن شاء الله المواطنين يسمعوا النداء. شكرا شيخ فضيل الجوهري رئيس بلدية أشهر من أن يعرف. بدي أشكر الجميع المشاهدين، فريق العمل المصور، وانتظرونا بحلقات مقبلة. شكرا لك، شكرا، أهلا وسهلا فيك. شكرا.